كابتن حسام عبد المجيد قبل ما اكلمك في الزمالك هتقول لي تجدد ب 30 و40 مليون بمونتاج على كاب كات معفن، هعمل لكم انا الفيديو، محدش يمنتج يا اداره نادي الزمالك، هجيب لقطات ماتش البنك الاهلي فقط اقول له اتفرج يا فندم. انت لو هتصلي ربنا بتقول يا رب كرمني في اسرتي وفي دنيتي وفي كل حاجه، هتقبل وانت طالب 40 مليون وانت بتقدم الاداء ده؟ حسام عبد المجيد طلوع بالكره زفت، تشتيت زفت، عكسي، عارف الكوره لما تجيلك عكسي زفت، جاريه زفت، باصات زفت، كل حاجه زفت. 40 مليون جنيه ليه؟ انا عايز 40 مليون جنيه، اصل انا طولي 2 سنتيمتر، 2 متر بلس، انا طولي فوق، فانا محتاج، انا لعيب طويل، انا هاخد 40 مليون جنيه. طب بتعرف تلعب كوره؟ لا. محمد اسماعيل اوزع جنبك وعامل ضربه جزاء بس عالمي. انا بقول على الاقل شايف كوره، مش شايف حد عمال يشلت. لا. وحسام عبد المجيد في اخر الماتش احنا كلنا واقفين ورا اصلا وعايزين الوقت، والبنك الاهلي بيضيع، جت رمت بس قال لهم وقفهم كده ورمى الكرة بعيد عشان ارجع ادافع يا ولد. يعني انت لو ما كنتش واقف ورا كان البنك الاهلي ما جابش جون بقى، لا ما كانش هيجيب الثاني، فانت بتعطل الملعب وتخلي البنك الاهلي يضيع وقت عشان انت ترجع ورا. لا اله الا الله، ده مخ مش موجود، ده فكر مش موجود.